مجرمه. براونيز مجرم. كيكه البراونيز من الكيكات المميزه قوي واللي طريقتها صعبه شويه، بس على مين؟ يا سلام بقى عليها مع شويه ايس كريم فانيليا. ممكن بقى ايه نعملها للاولاد في المدارس ان شاء الله، هتبقى حاجه جميله جدا، حاجه احنا ضامنين المكونات بتاعتها وضامنين الطعم بتاعها. ويلا بينا نبدا المقادير وكيكه البراونيز، واحلى كيكه براونيز والطعم ايه حكايه. وتعالوا نجيب الموضوع من البدايه. اهم حاجه ان الادوات اللي انا بستخدمها تكون كلها ناشفه وما فيهاش نقطه ميه. هنزل ب3 بيضات، رشه فانيليا باودر او سايبه، عندي نص كوبايه سكر او 100 جرام سكر. في الوصفه الاصليه ممكن نحط 50 جرام سكر ابيض و50 جرام سكر اسمر، بس انا ما عنديش سكر اسمر فخليتهم كلهم 100 جرام سكر ابيض. هنسيبهم شويه على جنب. وعندي 200 جرام شوكولاته خام. انا هنا الشوكولاته اللي انا مستخدمها فيها سكر، فعشان كده حطيت 100 جرام سكر على البيض. لو الشوكولاته اللي انتوا استخدمتوها شوكولاته بدون سكر ممكن نخلي ال 100 جرام سكر دول 200 جرام. وبرضه لو عندكم سكر اسمر هيبقى 150 سكر ابيض و50 جرام سكر اسمر. وعندي 100 او 110 جرام زبده. هبدأ بس أدخل الشوكولاتة والزبدة في الميكروويف علشان أعرف أخلطهم ببعض. لو ما عنديش ميكروويف ممكن أسخنهم على حمام مية سخنة. إن أنا هجيب حلة وفيها شوية مية وهحط الاتنين دول كده من المية، سخونية المية والبخار بتاعها هيسيح لي الشوكولاتة والزبدة، وأبدأ أقلبهم على بعض. أدخلهم في الميكروويف ونرجع نضرب البيض والسكر، وأشغل الفرن كمان بالمرة. نرجع بقى للبيض والسكر. هنضرب البيض والسكر لحد ما يتضاعف حجمه ويبقى لونه ابيض كده، حجمه اتضاعف معايا. ادي الزبده والشوكولاته، هنحط الاتنين على بعض وهنخلطهم لحد ما كله يبقى سائل واحد. بصوا الخليط بقى عامل ازاي، حاجه دلع. هننزل بقى بالخليط ده على البيض والسكر وبعدين هنضرب كله مع بعضه. اول ما اتاكد ان كله داب مع بعضه بوقف ضرب. بعد كده هجهز الصينيه على قد الحجم اللي انا عامله ده، تقريبا 20 في 20. وبس كده هنجيبها كده على جنب شويه. نيجي بقى للدقيق. هحط 70 جرام دقيق او معلقتين كبار. الدقيق ده متعدد الاستخدامات، تقريبا هي المعلقه معلقه كبيره كده حوالي 35 جرام. لو مش قادرين نعملها ممكن كوبايه الا حبه صغيرين، كوبايه اللي هي اللي عبيرنا بيها السكر بس الا حبه صغيرين، ما تبقاش مليانه على الاخر. ده كده يبقى 70 جرام. اخر حاجه معانا كاكاو خام. انا هنا استخدمت كاكاو فاتح، والكاكاو برضو المعلقه تقريبا 15 جرام، هاخد معلقتين يعني 30 جرام كاكاو. يلا بقى عايزين نلحق قبل ما الكهرباء تقطع، عشان ايه مش كل مره الكهرباء تعملها معانا. نخلط بقى ايه بالراحه كده من تحت لفوق ومن فوق لتحت، واحنا ايه بنلف كله مع بعضه، حبه من فوق لتحت وحبه من تحت لفوق. لو مشيتوا بالمقادير ديت هتطلع معاكم زي ما الكتاب بيقول. انا بفضل اقلب بس لحد ما الدقيق يختفي في قلب الخليط بتاع الشوكولاته والبيض والزبده. اخر حاجه بقى معايا، احنا كل المكونات اللي احنا حطيناها كانت في درجه حراره الغرفه وسخناها شويه الا حاجه واحده بس، شوكليت شيبس. انا حاططها في الفريزر من ساعه ما بدات اعمل الكيك، لدرجه اني كنت هنساها اصلا. هننزل بشويه كده شويه كمان ونقلب. نجيب بقى الصينيه وننزل بالخليط ده كله. ممكن بقى ايه حته بقى كده في الاخر ننزل بشويه شوكليت شيبس على الوش وبس كده. هندخلها الفرن على حراره 170 او 180 لمده 25 دقيقه او 30 دقيقه. اشوفكم بعد ما تبرد بقى. وده بعد ما خلصت نبدا بقى نطلعها.
ريحتها تحفة جنان. لا 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 لا، تعالى بقى بص لي بقى هنا كده. بص 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 الشوكولات شيبس بقى عملت ايه بقى. لا، الاضافة بتاعت الشوكولات شيبس طلعت لمسة فنية ممتازة. بصوا بقى الشوكولات شيبس ساحت جوه الكيك، فبقت حاجة كده تعمل كده على طول. بصوا الكلام، بصوا الكلام، لا جامد صح. طيب نعمل بقى ايه الاجدع من كده بقى. عندنا ايس كريم فانيليا، ونبدأ نجرب الاتنين مع بعض. يلا بينا ندوق. بسم الله. بص بص، عايزك تبص كده ايه الشوكولات شيبس اللي جوه كده، اللي سايح في قلب الكيكه ده، حاجه كده يعني دلع الدلع يعني. بسم الله. ايه ده؟ كمان واحده علشان ما حسيتش بيها. بصراحه طعمها جنان، مجرمه. كيكه مجرمه، براونيز مجرم، ايس كريم اجرام، مفيش بعد كده. اجرام اجرام اجرام. انصحكم تجربوها، وما تنسوش تعملوا لايك وشير وتمنشنوا لحبايبكم اللي هتاكلوهم البراونيز دي. اشوفكم في فيديو جديد.